دنباش، من المواضيع المهمة والحساسة في اللغة الكردية هي معرفة جنس الكلمة الكردية. قلنا في فيديو سابق إنه اللغة الكردية مثل اللغة العربية الكلمة إلها جنس، إما بتكون مذكر أو مؤنث. على سبيل المثال إذا بدنا نقول حياتي لازم نقول جيانا من. قلنا الآ بتجي مع الكلمة المؤنثة والإي بتجي مع الكلمة المذكرة. مثلا جيانا من حياتي، ثمني من عمري، ثمن لأنه مذكر. للأسف في كثير من الناس بيخلطوا بين المذكر والمؤنث في اللغة الكردية، وهون بيطلع عنا إشكال تاني. كثير من المرات الكلمة إذا عملتها مذكر أو مؤنث المعنى بيختلف. نفس الكلمة إذا اعتبرتها مذكر إلها معنى، وإذا اعتبرتها مؤنث إلها معنى تاني. رح ناخذ كم مثال على هالنقطة. مثل كلمة ناف. ناف إلها معنيين باللغة الكردية، ناف بمعنى جوف وناف بمعنى اسم. إذا اعتبرت ناف مذكر بتجي بمعنى الاسم. على سبيل المثال نافي من اسمي، نافا من هون اجا بمعنى شو؟ بمعنى جوفي. اعتبرنا الناف هون شو؟ مؤنث لأنه حطينا معها نافي من مذكر اسمي، نافا من جوفي مؤنث. كلمة تانية داري من عصايتي، داري من، دارا من شجرتي. شايفين الاختلاف؟ داري من مذكر، دارا من مؤنث. كلمة ثالثة مالي من، مالي من مذكر بمعنى ثروتي، مالا من، مالا من بمعنى بيتي لأنه اعتبرناها هون شو؟ مؤنث. فيا ريت لو ننتبه لهالشغلة. في كتير من الناس، في كتير حتى من الكرد بيخلطوا بين المذكر والمؤنث، فبدال ما يقول باجاري من بيقول باجارا من، بدال ما يقول جيانا من بيقول جياني من، بدال ما يقول بينوسا من بيقول بينوسي من. ضروري باللغة الكردية نعرف إذا الكلمة مذكرة أم مؤنثة.